خلي بالك النهارده العميل بقى عنده مشكلة كبيرة جدا، ان هو لو اتصل يسأل عن استفسار واحد بيجيله بعدها 1000 مكالمة. فالنهارده انا بصراحة بشوف ان احسن حاجة للمتابعين او المشترين ان هم يتصلوا على شركة واحدة. ده في الحقيقة يعني هو هيندم ندم عمره لو سجل على اي اعلان موجود، هيندم. ليه؟ لان في شركات انا مش هقول اسمها لاني اكون كده بشهر بيها بصراحة. الشركات دي هي بتاخد الرقم لو سجلته مرة وتوزعه على 500 شركة، تلاقي 500 حد لا يقل عن 50 تليفون بجد بيكلمك. طيب احنا هنا في الشركة، ليه بقول الكلام ده؟ احنا هنا في الشركة انا بضمن لك ان رقمك ما بيتوزعش تماما خالص. يا ايه اللي انا بكلمك، يا الا قبل ما ابعت رقمك لحد بقول لك فندم بعد اذنك انا هبعت رقمك لفلان، او هعمل جروب بيني وبينك وبين فلان، وعملاء كتير بيتعاملوا معانا موجودين عندنا على القناة يشهدوا بالكلام ده. فانت النهارده لو عايز يكون عندك خصوصيه في شراء او بيع وحده عقاريه، اسكرين على طول على 03 1 3 4 6 2 3 7. يعني ده مش هيسبب لك ازعاج. انت النهارده حد بتشتغل ووراك مليون حاجه تعملها ومحتاج ترد على تليفونك طول الوقت، لان عندك بعض الاعمال او المهام اللي بتنجزها في يومك، انت مش هتعرف ترد على تليفون تاني. لو انت سجلت في شركات يعني مغمورة الاسم، مغمورة الهوية، هتلاقي رقمك بيتوزع على مليون ألف حد وبيجيلك 50 تليفون في اليوم، وهتكره اليوم اللي انت سجلت فيه بسبب الشركات دي. فأنا أنصحك نصيحة، احنا بنقول اسمنا على القناة واسم شركتنا، وعندنا متابعين كتير، تقدر تكتب كومنت وتتأكد وتسأل الناس اللي يكلمونا هل حد غيرنا كلمهم، لو هما بيكلمونا احنا بس. يعني لو العميل اتصل على شركة يير هوم وعلى رقم اللي موجود اسفل الفيديو، موجود في صندوق الوصف وفي كل فيديوهاتي اللي هو 03 1 3 4 6 2 3 7، مستحيل مستحيل رقمه يروح لأي شركة تانية. دي حاجة أنا بضمنها لك. وفي ناس كتير بتكلمنا من مصر أو من بره مصر، وتقدر تدخل وتتكلم وتقول أنا فعلا كلمت رينا ورقمي ما توزعش. فلو أنت بتدور على الخصوصية، سواء بتبيع أو بتشتري او بتأجر او مستأجر، تواصل معانا بشكل مباشر على الرقم اللي هسيبهولك في صندوق الوصف، وهيكون موجود فوق في الفيديو، وهتلاقي الخصوصيه الكامله معانا. بس كده، انا رينا. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك